محشيه ومشويه في الفرن باسرع تتبيله، دي بقى الاكله المفضله عندي واللي مفيش حد اكلها من ايدي الا وعجبته الحمد لله. وده لاني كل مره بعمل فيها فراخ بحب كده ان انا اجرب تكات جديده. عايزه اقول لكم لو جربتوها هتبطلوا ان انتوا تاكلوها من بره خالص، وبدون مبالغه بعد كده مش هيعجبكم كمان طعمها من بره، لان من ايديكم اكيد هتطلع احلى. جربوها ومش هتندموا. تعالوا كده نشوف بعملها ازاي وازاي بعمل الرز البني اللي بقدمه معاها. اول حاجه عشان نعمل الفراخ عايزين نعمل تتبيله حلوه كده وسريعه. في طبق هحط معلقه كبيره من الثوم المفروم، ومعلقه صغيره بقى من الكمون، وعليهم معلقه صغيره من الفلفل الاسود، معلقه صغيره من الزعتر، وهحط كمان معلقه صغيره كده من بهارات الفراخ او اي بهارات حابينها، ومعلقه صغيره من البصل البودر، لان انا هنا مش حاطه بصل مفروم، حاطه بداله البصل البودر والثوم المفروم. طبعا ما ننساش بقى الملح، هحط معلقه كده من الملح، وعليهم بقى معلقتين كبار من الخل الابيض، ده بيمنع معايا اي زفاره، هو والليمون ضروري جدا في التتبيله. طبعا ما ننساش معلقتين كبار كده من الليمون، ومعلقتين كبار من زيت الزيتون، انا هنا كده بحط بالنظر يعني. هندي تقليبه بقى للتتبيله دي مع بعض كده، الحاجات دي كلها اظن مفيش اسهل ولا احلى من كده. كده التتبيله بتاعتنا جاهزه. هجيب بقى الفراخ بتاعتنا اللي احنا غسلينها كويس جدا ومصفينها من اي ميه، وهنبدا ننزل عليها التتبيله بتاعتنا كلها بالشكل ده، من بره بقى ومن جوه ومن كل حته، عشان الفراخ كده تاخد من التتبيله. تعالوا بقى نعمل مساج كده للفراخ بتاعتنا، ندعكها كويس كده بالتتبيله كده في الفراخ، عشان من جوه ومن بره، عشان الفراخ كده تبقى ريحتها حلوه. وبعد كده هنشيلها بقى في التلاجة لمدة ساعتين أقل حاجة. أنا بفضل أسيبها ليلة كاملة في التلاجة، يعني أعملها من بالليل. بعد كده بقى هجيب الحلة بتاعتي وأحط معلقة كبيرة من السمنة، وبعد كده هننزل ببصلاية كبيرة كده عشان نعمل الحشوة بتاعتنا. هحط بعد البصلة ما تصفر بقى معلقة كبيرة كده من البهارات، ومعلقة تاني من القرفة. القرفة طعمها في الرز بتاع الحشو خطير، مهمة جدا، بتدي طعم حلو قوي. وهحط معلقة من الفلفل الاسود، ومعلقة من الملح، كمان معلقة من الحبهان البودر، وعليهم معلقة كبيرة من الصويا صوص. هندي تقليبة بقى للحاجات دي كده مع بعض. بصوا اللون بقى بني ازاي، اغمقت معانا اهو. انا مغمقتش برضو البصلة قوي يعني. هحط عليهم كمان معلقة كده كبيرة من السكر. انا هكون غاسلة الرز ومصفياه كويس، عشان دلوقتي هننزله على الحاجات دي مع بعض وندي كده تقليبة. تعالوا بقى دلوقتي نضيف معلقة كده من دبس الرمان، بتدي برضو طعم حلو قوي ولون. هكون محضرة بقى المرقة اللي هزود بيها الرز، هزود عادي خالص وهغطي عليه دلوقتي وهسيبه. مجرد ما هيتشرب المية هاخد شوية كده من الرز عشان احشي بيه الفراخ، والباقي هغطي عليه وهدي عليه النار واسيبه يستوي براحته خالص. اهو خدت كده كبشتين من الرز. وتعالوا دلوقتي نطلع الفراخ بتاعتنا ونبدأ ان احنا نحشيها. هاخد كده اول فرخة وهبدأ ان انا احشي. زي ما اتفقنا في اي فراخ بنحشيها ما بنكتمهاش، يعني ما بنكبسهاش رز كتير، عشان لسه طبعا الرز هيكمل السوا بتاعه بيزيد. وبعد كده هنبدأ نشبك كده رجل الفراخ بالشكل ده اهو. تعالوا نعمل الفرخة التانية. هحشي باقي كمية الرز كده في الفرخة التانية. بنحاول على قد ما نقدر ناخد كمية الرز على قد الفراخ، عشان ما نكونش استخدمنا المعلقة حطيناها جوه الفراخ وبعد كده اللي يفيض لو رجعناه تاني على الرز، يعني عشان الزفارة والفراخ وكده، والرز كده بيبقى لسه ما استواش. تمام.
اهو لسه تاخد كمان. الرز جه على قد الفراخ بالظبط. هكتف الفرخه دي كمان بنفس الطريقه. انا هكون مشغله الفرن على درجه حراره عاليه. هكون مجهزه بقى دلوقتي. تعالوا نجهز الصينيه اللي هنحط فيها الفراخ بتاعتنا. انا رجعت الجناح بتاع الفرخه لورا زي ما بنعمل كده في الحمام عشان لقيت شكلها مش حلو كده. هحط في الصينيه ورقه من الزبده وهدهنها كده دهنه خفيفه من الزيت عشان يعني ما تلزقش وتطلع معايا بسهوله، وكمان الصينيه يعني ما تتبهدلش. هحط كده الفراخ بقى في الصينيه. هاخد معلقتين كده بس من التتبيله دي وهحطها كده على الفراخ عشان يعني تفضل معايا الفراخ طريه كده وما تبقاش ما تنشفش معايا، يعني تبقى جوسي كده وحلوه. هحط كمان ورقه زبده كده على وش الفراخ قبل ما احط ورق الفويل. لما بحط ورق الفويل على الفراخ بتستوي معايا اسرع وما بتنشفش. هنقفلها كويس كده بورق الفويل. هدخلها بقى الرف الاوسط، وبعد ما بتعدي ساعه هكشف ورق الفويل عشان اسيبها كده تاخد لون من حراره الفرن. طبعا بكون لسه مشغله الفرن برده ما بطفيش عليها. اول ما بلاقيها استوت كده وخدت معايا لون بطفي. لو احتاجت ان انا اشغل الشوايه بشغلها، لكن طبعا هي ما بتحتاجش لان الفرن بيكون عالي قوي فهي بتحمر لوحدها. بعد كده هطلعها بقى من الفرن. بصوا ده شكلها بعد ما طلعت. وهقدمها بقى كده. هحط الرز كده في الصينيه، وبعد كده هاخد الفراخ بتاعتي واحطها كده على الرز. وهنقطعها دلوقتي كده بالسكينه عشان نشوف شكلها برضو من جوه وتكون مستويه ازاي. بصوا دايبه ازاي ومستويه وريحتها عايزه اقول لكم تحفه. الرز من جوه مستوي وحلو جدا كده ومفلفل مش معجن ولا اي حاجه. طعمه تحفه. انا عملت جنبها كده شويه ملوخيه بس للاسف ما صورتهاش. ممكن مره تانية ابقى اصور لكم الملوخيه. ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم. استنوني في وصفه جديده. باي باي.